نوت بوسيبل واخوتي الجزائريين، او ما نخسروش بان سكور باري. لا حول ولا قوة الا بالله. ولهذا شفنا بلي لعبنا ضد فريق منظم كما يلزم الحال. وهما الجزائريين ديما عندهم الحل لكلشي، ديما هما منظمين، ديما هما تيلقاو الاعذار انهم علاش خسروا 3 مع الارجنتين. واخويا الجزائر بزاف هادشي يا صاحبي، وما كتسكتوش، الا خسرتو ما كتسكتوش اخويا، راه بزاف. نتوما راه فتشوا المصريين اصاحبي، راه بزاف، واخا المصريين خوتنا تا هما. عنده الحلول تاعو دائما يصيبهم. الكرة تخرج من الدفاع لوسط الملعب، للميليو تيري، ديما عندهم هما الحل. لي بال باسكو عندهم دي سوليسيون، يجوا تريونغ توجور لا سوليسيون فير لا تروزيام بيرسون، ستادير تروزيام جوار يجيو يدوموندو. عندهم الخدمة هذه فيها الحلول، يلعبوا. وميسي ما كان نهضروا عليه لان اين ما مشاتش الامور للمنتخب الجزائري، رغم ان البدايه لم تكن كارثيه، يعني كنا اون بلاص من الناحيه التكتيكيه، لكن بمرور الوقت كي بدينا سيفري كنا غالطين كاع المساحات. والله يشوجهم صحيح والله الجزائريين، والله الا وجه ديالهم صحيح. من الوسط يحوسوا على ميسي، كنا خصنا هاد المحللين عندهم ديال الكراغ ناجحين في هذيك. ولكن المحللين ديال جينيرالات ديال العرب دي زوكازيون دو بيت ولا لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي اللي نقول انا بعدا، هادشي اللي نقول ان دورة بزاف هاد الجزائريين، وحق الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صافي سكتوا لكم الحجرة. ابار سا مي لو ريست من بعد فيريا ميزير بدات الامور تحلق تنحل في وجه المنتخب الارجنتيني، لكن بمرور الوقت شفنا مستوى اعلى. وجههم قاسي والله الا وجههم قاسي بطبيعه الحال، لكن وحق الله على العظيم ارضيه الميدان شيء اخر. عندما راه بزاف هاد الجزائريين عندهم يكون فرصة عندك طويلة. بين ال 11 حنا نديو كاس العالم، ودابا مشكلة تيقارنوا راسهم انه قال لك الارجنتين خسرات الماتش الاول في الكوب ديال الموند اللي فات، انهم قال لك غايديروا بحالها، غيخسروا هما الماتش الاول صافي غيديو كاس العالم. واتقوا الله عز وجل. صحيح، من اللاعبين يتعتبرون بانهم كانوا خارج الاطار. كلهم ارتكب عده اخطاء من الناحيه الدفاعيه. نعم، هجوميا ما ساعدش، خاصه على الواقع الايمن. ثانيا بوداوي خارج الاطار تماما. بوداوي ما عقلناش، ماشي بوداوي اللي كنا نشوفوه في المباريات السابقه. كسر ردود فعل الاعلام الجزائري على خسارة المنتخب الجزائري ضد المنتخب الارجنتيني، يخرج لك التلفزيون رجع او جاء